السلام عليكم الزينات. ان شاء الله الفيديو تاعي نلقاكم كامل بخير وبصحه جيده. يعني اليوم عشاك او غداك عليا. اليوم جبت لكم يعني دي ساندويتش في الفرن بالخبز السوري او العربي بواحد الحشو بزاف بنينه وبواحد الكريمه من الفوق ما شاء الله كيما تاع المطاعم. شوفوا تجي يعني بزاف بزاف طريه. واش نقول لك حبيبتي، اذا ماكش مشتركه عندي في القناه اشتركي عندي وفعلي زر الجرس باش يوصلك كل جديد. وراح نخليكم مع المشاهده وفرجه ممتعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سامي قناة كوزين سامية ديزاد. واليوم جبت لكم وصفة بالخبز العربي او بالخبز السوري بحشو تجي بزاف بنينة وتنفع كغداء او عشاء. قبل ما ندوزو المقادير تاع التحضير صلوا على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. لهنا اول حاجه راح نخدمها يعني نخدم الحشو نتاعي لانه الخبز اكيد واجد. لهنا عندي 2 حبيبات بصل كبار كرفتهم هكذا في الرقيق يعني في الفلاشوار نتاعي. عندي 2 حبيبات طوماطيش خدمتهم في الفلاشوار حتى ولاو لي يعني بالقشره خدمتهم حتى ولاو لي هكذا يعني سائل. ولهنا حكمت نصف صدر دجاج قطعته هكذا مغسول وراني دايرتها فوق النار. راح بسم الله نديرها على نار متوسطه يعني اللي هنا مش راح نضيف الزيت، راح نخليهم يتقلاو لي شويه باش كي نشوف باللي نقصت لي الماء تاع الطوماطيش والماء تاع البصله باش عاد تما ندير معاكم الزيت. لا شوفوا بعد ما بدات نشوف لي في هذه المرحله راح نضيف الملح نتاعي باش الحشو نتاعي ما طيبليش مسوسه، ودائما الملح يبقى حسب الذوق. راح نضيفها هنايا شويه سواء تبقى اختياريه لكن تعطيها يعني ذوق بزاف بنين. اذا ما تفضليش يعني الهريسات نجمي ديري الحرور عادي هكذاك. اللي هنا راني درتها على نار متوسطه قريب مجهده شويه باش بالخف تخرج لي. شوفوا الماء يعني هذا السوائل نتاعها شوفوا كيفاش. المهم لازم نديروا الملح باش ما يطيبلكمش الحشو نتاعكم مسوسه، وشويه هكذا كي ندير الزيت باش راح نضيف التوابل تاعي واكيد راح نخليها تتجمع. لهنا شوفوا ما راهوش باقي لي يعني السوائل تاع الطوماطيش بزاف. لهنا بسم الله واش راح ندير، راح نضيف شويه زيت هكذا خلطها مليح مليح. لهنا انا راح نضيف التوابل نتاعي. واش راح نضيف؟ عندي هنا ايبيس ايبولي تاع اللحم اللي هما تاع الدجاج هذو بزاف بنان. البنات نصحكم تشروهم. عندي اللحمه لهنا عندي هكذا رشه صغيره قرفه راح تعطيكم واحد الذوق بزاف بنين. تحسوا هو كانه الاكل نتاعكم راكم دايرين فيه السكر يعني جربوها وعلى ضمانتي. راح نخليها يعني تتقلى لي شويه هكذا مليح مليح. لازم كيما قلت لكم اللحم نتاعي يطيب لي واللاصوص هذه تنشف لي. دائما الملح عندكم حسب الذوق يعني تذوقوا وتزيدوا ما تشوفوا لكم اكزاكت شحال يعني بالضبط شحال. شوفوا يعني راهي حتى نشفت لي لاصوص قالت لي غير شويه في الحواف باش ضفت الزيت هكذا باش تجيني الماكله تاعي مجمره وبنينه. لا نشوفوا بعد ما طابت لي وتجمرت لي الحشو نتاعي واش راح ندير. بسم الله راح ندير كميه هكذا ملعقه كبيره من الجبن عندي تاع الطيلاء، وراح نضيف كميه قليله بسم الله من الكريمه ليكيد كميه هكذا حوالي ربع كاس. هاوليك راح نخلطها هكذا مليح مليح وراح نطفي عليها لانه الجبن تاعي سائل يعني عندي تاع الجبن تاع الطيلاء يعني بالخف راح يذوب هكذا. وراح نخلي الحشو نتاعي تبرد لي بجيه يعني كميه الكريمه ضيفوا نتوما شحال عندكم لكن تنجموا تضيفوا حتى نصف كاس راح تجيكم يعني الحشو نتاعكم بزاف بزاف بنينه هكذا. شوفوا هكذا انا راني مطفي عليها والحشو نتاعي طابت وتجمرت. شوفوا حتى الجبن تاعي شوفوا كيفاش راه يذوب لانه الحشو نتاعي راه بزاف سخون. انا راني مطفي عليه وقاعده نخلط في الحشو نتاعي هكذا باش تخلط لي كامل مع الكريمه الطازجه اللي هي نحن نوريها لكم البنات ما هي لا ببليسيتي لا والو، فقط نحب نشاركها معكم. هذه هي هكذا وراح نخليهم حتى تبرد الحشو نتاعي باش نحشو الخبز. ولا هنا عاودت جات لكم بعد ما راهي بردت لي الحشو نتاعي راح نستخدم هذا الخبز السوري. راح نوري لكم يعني ما هو لا اشهار لا والو. كاين بزاف اخوات ما يعرفوش هذا الخبز السوري جوج 6 قطع. واش راح ندير؟ اول حاجه راح نضيف شويه جبن هكذا. نتوما ضيفوا يعني الجبن متوفر عندكم. انا توجور عندي الجبن تاع الباير هذاك الكبير تاع لي ساندويتش صراحه نحبه بزاف يعني. ندير هكذا ندير الحشو نتاعي كيما تعودتوا عليا. الحشو انا نقسمها على حسب افراد العائله او حسب انا شحال راح ندير شحال من واحد من ساندويتش نديرهم هكذا. بسم الله ندير عندي بطاطا فريت
نديرها هكذا بالطول، ندير هكذا حبيبات، يعني البطاطا تاعكم قلوها هكذا بالطول، ستفوها يعني ما تحطوهاش هكذا وخلاص، باش كي نجيو نسكرو ما تغلبناش. بسم الله على بركه الله. نسكرها انا بهذه الطريقه، يعني نضغط عليها ونلف هكذا. شوفوا كيفاش راح نحطها في البلاطون تاعي. وزيد معكم حبيبه، حاولي حاجه واحده اخرى راح ندير الجبن تاعي هكذا. راح ندير الحشوه تاعي بسم الله. نمسح بهذه الطريقه هكذا. راح ندير الفريك نتاعي كما قلت لكم، حطوه بالطول. يعني راه لي ساندويتش هادو بزاف ساهلين وما يحكموش كامل الليل. تنجمو ديرو كما قلت لكم يعني في الغدا ولا مع العشاء، تقدموهم مع الشربه، ولا هذا الشيء اختياري نتوما ما راكم حابين تقدموهم. اذا عندكم سلطه خضراء يعني انا للامانه مش متوفره عندي، تنجمو ديروها لداخل تجيكم يعني بزاف بنينه. نضغط عليها هكذا. شوفوا كيفاش راح نخدمهم هكذا كامل بنفس الطريقه. ويعني راح نعاود نرجع لكم باش نخدم معاكم الصوص اللي راح نديروها من الفوق قبل ما ندخلوهم ياخذوا تحميره خفيفه في الفرن. ولا هنا راح نحضر معاكم الكريمه نتاعنا اللي راح نضيفوها فوق لي ساندويتش نتاعنا. لهنا راح نضيف كميه من الكريمه هكذا. نتوما شحال راكم حابين. عفوا هذه الكريمه اللي خدمت معاكم درتها يعني في الحشو. راح نضيف كميه هكذا. راح نضيف هكذا ملعقه كبيره جبن. راح نضيف شويه حرور، يعني هاوليك راح نضيف شويه حرور هكذا، شويه فقط. راح نضيف رشه صغيره ملح، هاوليك رشه صغيره ملح، ونخلطهم ونديرهم فوق النار. يعني قسمه تسخن لي الكريمه راح يذوب لي الجبن، وبعد ما يذوب لي راح نعاود نرجع. هنا شوفوا بعد ما انا استفتهم هكذا في البلاطون تاعي، يعني درت حبيبه واحده حبيبه. بسم الله ناخذ الكريمه تاعي. شوفوا نقص الحراره يعني تدخل شويه. بسم الله نديرها هكذا. صدقوني يجو بزاف بنان، سورتو بهاد الكريمه يعني تجي روعه. يعني راهي وجبه عشاء او غداء غنيه بالطعم. انا متاكده ولادكم راح يحبوها ويطلبوها منكم، يعني نحضروها لهم كل اسبوع. ما يهمش اذا جازت الكريمه بين وحده وحده، يعني عادي، فقط ديروا لهم كامل. لهنا عندي جبن مبشور، راح نضيف فوق الحبيبات نتاعي هكذا. لهنا كي نجي نضيف الجبن المبشور راح نضيف فوق الحبيبات فقط بهذه الطريقه. انا لهنا واش راح ندير، راني شعله الفرن تاعي من الفوق فقط. كي بديت نحضر في الكريمه نتاعي راني شعلت الفرن، ندخلهم يعني الفرن في فوقاني كامل، فقط قسمه يذوب لي الجبن، يعني ما يحتاجوش باش يطيب لنا يعني الحشو طايب، وحتى الخبز يعني هذا نتاعنا طايب. نحتاج فقط الجبن نتاعي يعني يذوب لي فقط هذا مكان، وتحمر لي هذه الكريمه شويه ماشي حاجه بزاف يعني. وبعد ما نخرجهم من الفرن مباشره راح نعاود نرجع لكم. وعاود رجعت لكم البنات بعد ما خرجت البلاطون تاعي من الفرن. بسم الله على بركه الله. راهم مسخونين، زينتهم هكذا بالزيتون. بسم الله. شوفوا البنات الجبن كيفاش راح نقطع معاكم يعني باش تشوفوا بلي هاد المملحات تاعنا يجوا بزاف هايلين. نقرب لكم الكاميرا منا. بسم الله على بركه الله. يعني تجي روعه. عفوا البنات صبعي راه محروق، يعني راني دايره البوماده تاع الحرق. شوفوا بالداخل كيفاش تجي دايره يعني، وحتى الخبز نتاعنا يعني يبقى ناطري. شوفوا كيفاش. واش نقول لكم حبيبات قلبي، ان شاء الله وصلت اليوم تنال اعجابكم. عليكم الا تشاركوا في القناه وتدعموني باش نحقق 100,000 مشترك، وراح نخليكم فيديو اخر يا اغلى ناس. سلام.